سبق وخبر يسوع المسيح تلامذته من قبل اللي هو لازم يتعذب ويموت، لكن باش يقوم من الموت في اليوم الثالث. وفي عيد الفصح وهو يتعشى معاهم قال لهم اللي فما واحد منهم باش يخونوا ويسلموا للموت. في هاك الليلة بالذات دخلوا بعضهم وبداوا يسألوا زعما شكون منهم الخاين. ما فهموش من كلامه وقتها اللي يهوذا هو المقصود. بعد العشاء مشى يسوع وتلامذة لجبل الزيتون باش يصليوا، وهما هكاكا جاء يهوذا ومعاه جماعة شادين سيوف وعصي باعثينهم شيوخ الدين ورئيس المعبد. تقدم يهوذا من يسوع وباسه، وهذه كانت أمارة للي معاه باش يشدوه. هزوه للشيوخ الدين باش يحاكموه وقعدوا يلوجوله في تهمة باش يحكموا عليه بها ويقتلوه. تلفت رئيس المعبد ليسوع وسأله: أنت هو المسيح ابن الله؟ جاوبوا يسوع: إيه نعم، أنا كما قلت. قام رئيس المعبد يسيح ويقطع في حوايجه وقال: هذا مشرك بالله، يستحق الموت. وقتها هزوه للوالي واتهموه بالخيانة وتحريض الناس ضد الحكم الروماني وبالادعاء أنه هو ملك اليهود. وقت اللي المسيح ما جاوبش على حتى سؤال سألهوله الحاكم هدوا وقالوا: ما تحبش تكلمني؟ ما تعرفش اللي عندي سلطة باش نسيبك والسلطة باش نصلبك؟ جاوبوا يسوع: حتى حد ما ينجم ياخذ حياتي مني، أنا نعطيها برضايا. الوالي ما لقاه حتى حجة ضد يسوع، لكن وقت اللي سمع الشعب هايش ويسيح أصلبوا أصلبوا سلمهولهم وقال لهم: دموا في رقبتكم. هزوه الحراس، نحاولوا حوايجه، ضربوه وجلدوه. بعد ما جبروه باش يهز صليبه ويشق بيه المدينة للبلاصة اللي باش يتصلب فيها. وعلى طول الثنية تبعوه برشا ناس، وكان فما نساء يبكيوا ويخبطوا. كي وصلوا حطوه على الصليب وتقولوا المسامر في يديه وساقيه، وصلبوه ما بين زوز مجرمين، واحد على اليمين وواحد على اليسار، وحطوا بلاكة مكتوب عليها: هذا هو ملك اليهود. الناس والجنود الحاضرين كانوا يعيطوا عليه ويسبوا ويهينوا فيه، لكن المسيح رفع راسه وقال: يا بابا اغفر لهم، راهم موش عارفين ايش قاعدين يعملوا. واحد من المجرمين المصلوبين مع يسوع بدا يسب ويكفر ويستهزئ بيه وقال له: مش انت المسيح؟ هيا تراه منع روحك ومنعنا معك. اما المجرم الاخر صاح عليه ولامه وقال له: يا اخي ما تخافش ربي، انا وانتي نستاهلوا الصلب على عمايلنا، اما هو ما عمل شيء يستحق عليه الصلب. وبعد تلفت ليسوع وقال له: تفكرني في جنتك. جاوبوا المسيح: اليوم تكون معايا في الجنة. وفي عز القايلة غابت الشمس وظلامت الدنيا، صاح يسوع بصوت عالي: يا بابا نسلم روحي بين يديك. ومات. وفي اللحظة هذيك
تزعزعت الأرض وتشق ستار الهيكل في اثنين من الفوق للوطة. من التهم اللي وجهوها اليهود للمسيح إنه يقول على روحه ابن الله، وكانوا يفهموا هذا بالمعنى الجسدي. هل الفهم متاعهم صحيح؟ المسيح عنده القدرة باش يمنع روحه من الصلب. علاش حسب رايك اختار باش يتصلب؟ كيفاش نعرفوا اللي موت المسيح ما كانش صدفة وما جاهمش مفاجأة؟ على أي أساس وعد المسيح المجرم باش يكون معه في الجنة، مع إنه ما كانش عنده الوقت باش يعمل أعمال صالحة ولا يعيش حياة ترضي الله؟ أشنو تفهم من هذا؟